مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا النهارده مميزه شويه، احنا هنتكلم فيها عن مميزات وعيوب العمل في البنوك. كتير مننا حابب القطاع ده، وفي ناس كتيره جدا بتحب تشتغل فيه، والحقيقه ان هم بيبقوا باصين له من وجهه نظر معينه. بس انت لازم طالما قررت ان انت تدخل المجال ده لازم تبقى عارف مميزاته وعيوبه. مش هطول عليكم، نبدأ الأول بالعيوب وبعدين هنروح خلينا نبدأ بالعيوب. العيوب الأول، أولا أنت عارف أن أنت بتكون شغال في قطاع هو هدفه الأساسي إدارة فلوس الناس. إدارة فلوس الناس الخطأ فيها بيكلف، ممكن خطأ موظف معين في أقسام معينة يكلف البنك ملايين، بيكلف المؤسسة اللي أنت فيها كتير، القسم اللي انت فيه كتير، وطبعا كل ده بيبقى اكيد 100% بيبقى ليه تأثير على العميل النهائي بالإيجاب أو بالسلب. ومن هنا جت السلبية الأولى اللي معانا، وهو الضغط العصبي أو النفسي شوية اللي بيكون موجود في القطاع ده. إلى حد ما هي فيها ستريس، لأن أنت بتتعامل مع فلوس، وبالتالي أي أخطاء بيكون لها تأثيرات مش كويسة على المؤسسة عموما اللي أنت فيها أو القطاع بشكل عام. في أخطاء غير أخطاء، بس يعني في أقسام معينة أخطائها بملايين، الخطأ فيها بملايين على طول، وفي أقسام تانية بيكون أقل فيها شوية، بيحتاج تركيز إلى حد ما، تجنب الأخطاء، هيبقى فيه ضغط عصبي شوية، ضغط شغل عموما، ولازم تاخد بالك من كل التفاصيل اللي فيه. فأنت لو شخص يعني مش مناسب ليك ده، ممكن تبدأ تدخل على الأقسام اللي مش بتتعامل مع عملاء، زي أقسام الباك أوفيس أو العمليات أو الأقسام اللي من النوع ده. إلى حد ما مش بتتعامل مع العملاء، فما فيش شد وجذب كتير، بيبقى معاملات اوبريشنز بس. خد بالك في المقابل هي بتبقى روتينية شوية، فأنت لازم تبقى عارف برضو مميزات وعيوب الوظيفة اللي أنت هتروحها دي في الجزئية دي. النقطة التانية اللي كنت حابب أتكلم معاكم فيها هو الضغط النفسي شوية. طبعا الضغط النفسي ده موجود الحقيقه في كتير من الشركات، بس في قطاع البنوك، لان برضو الاخطاء انت بتتحاسب، مديرك بيتحاسب، اللي فوقيكوا خالص بيتحاسب، مدير الفرع بيتحاسب، المسؤول عن قسم او الاريا او منطقه معينه بيتحاسب. فمن هنا جت الضغط النفسي اللي بيبقى موجود عليكوا انتوا في الشغل، او الضغط اللي بيبقى موجود على مديرينكوا في الشغل. ده ما ينكرش طبعا ان ده بيكون شكله اظرف شويه او شكله ظريف شويه لما بتيجي تتعامل في بنوك خاصه غير بنوك حكوميه. البنوك الحكوميه يعني حدث ولا حرج، ما فيش اي قوانين ليهم رادعه، وبيعاملوا للاسف الموظفين بطريقه، يعني في بعض الفروع الا الادارات، يعني الا من رحم ربي، تعاملهم مع الموظفين بشكل سيء جدا. وللاسف عندنا يعني قوانين العمل ما بتحميش النوع ده، او سايبه الدنيا كده مفتوحه، صاحب العمل بيعمل اللي هو عايزه في الموظف والدنيا ماشيه كده. فخد بالك كويس جدا، طالما قررت تدخل المجال ده حاول بقدر الامكان تبعد عن البنوك الحكوميه، لان مشاكلها كتير وهتلاقي فيها حاجات وحشه كتير يعني للاسف. غير ان انت هتتعب كتير في البدايه في التعلم شويه، وبتلاقي بقى ايه ناس كده للاسف، يعني ايه الى حد ما هتلاقي ناس ممكن قديمه مش عايزه تدي لك المعلومه، خايف يدي المعلومه لغيره وفي غيره ياخد مكانه. هتلاقي النوع ده من العقليات عاده موجود في البنوك الحكوميه، مش موجود في البنوك الخاصه. فخد بالك من النقطه دي كويس. وخلاص انت لو هو طبعا في الاول وفي الاخر هي رزق، فانت او انت سواء جالك حكومي او خاص، الى حد ما لو قدامك الاختيار اختار طبعا الخاص، ما تختارش الحكومي في البدايه. وده ان شاء الله تكتشف فيما بعد ان ده كان الاختيار الصح. نيجي للنقطه اللي بعد كده في العيوب، وهي عدم انضباط مواعيد العمل. والجزئيه دي برضه انا اتكلمت عليها في ان مفيش قوانين رادعه للموضوع ده قوي. ممكن تبقى بتشتغل بعد مواعيد عملك، وبعض الفروع للاسف الشديد في الحكومي بالذات مش بيديلك الاوفر تايم او وقت الشغل بتاعك ده. وفي اقسام للاسف الشديد شغلها اصلا بيتطلب كل يوم انها تقعد تشتغل بعد الوقت او بعد اغلاق مواعيد الفرع، يقعد يشتغل في حاجات تانية زي الكاستمر سيرفيس، زي الكريدت، زي الائتمان، زي بعض الاقسام هتلاقيهم دايما بيقعدوا بعد وقتهم يشتغلوا. التيلر لحد ما هو بعد ما بيخلص اليوم بتاعه بيجرد بس الخزنه وخلاص، الدنيا لو تمام خلاص هو كده خلص شغله يقدر يروح. الاقسام الموجوده جوه البنك ممكن يحتاج يقعد بعد مواعيد العمل فتره شويه، ودي الحقيقه واحده من العيوب. بعض البنوك الحكوميه للاسف الشديد ما كانتش بتدي الموظفين الاوفر تايم بتاع الوقت ده،
وبتعتبره هو كده شغال لله وللوطن يعني في الفتره المتبقيه دي. ف يعني اعمل حسابك ان مواعيد العمل مش ثابته كل يوم وممكن تتاخر، ولو في خطا عند موظف تاني ممكن الفرع كله يقعد ينتظر لحين حل الموضوع ده. فلازم تبقى عارف طبعا ان مواعيد العمل مش هتكون مناسبه قوي، ودي الجزئيه ممكن البنات تاخد بالها منها شويه، لان لو شاب او حاجه الى حد ما ممكن يبقى فيه مثلا ساعه ساعتين بعد الشغل، انما لو بنت وراها مسؤوليات او شيء او وراها بيت الموضوع هيكون صعب شويه. خد بالك كمان ان انت في بعض البنوك ممكن تخليك تنزل تشتغل ايام السبت لو في ضغط شغل، فهتحس برضو احيانا ان هم بيجوا على اجازاتك، فالى حد ما بتلاقي حياتك الشخصيه وحياتك الاجتماعيه بتتاثر بشغلك في القطاع ده. اصحابك اللي كنت بتقابلهم مش هتعرف تقابلهم زي الاول. وخليني برضو زي ما قلت لك احنا بنفرق ما بين الحكومي والخاص. الخاص مش هتلاقي فيه الموضوع ده قوي، بيحترموا شويه لان في قوانين راد عليهم الحقيقه، انما الحكومي بيعتبر نفسه يعني مالك الموظفين وبيعمل فيهم كيف يشاء. فخد بالك طبعا كويس من الجزئيه دي، ان الى حد ما حياتك الاجتماعيه والاسريه هتتاثر شويه، وطبعا حياتك النفسيه لان انت الشغل بتاعك هيكون فيه ضغط، فخد بالك الى حد ما هيكون فيه تاثير في الجزئيه دي. نروح بقى للجانب الكويس في الموضوع. مبدئيا بالاضافه للشكل العام والى حد ما يعني عندنا في مصر في المجتمعات بتاعتنا الناس بتبص لموظف البنك الى حد ما بشكل كويس، انه شخص متعلم، يعني شخص بيفهم وبيبصوا له بشكل كويس وبيبقى عندهم ثقه في التعامل معه عموما. فدي يعني انا بشوفها برضو حاجه من المميزات، هي موجوده عندنا في العقليه المصريه على فكره، فدي حاجه من المميزات الموجوده. الحاجه الثانيه الى حد ما لو جيت تقارن مثلا لو خدنا مثلا خريج تجاره في دخول البنوك او خريج اي كليه، اداب، حقوق، هندسه، حتى لو شغال في الاي تي، الى حد ما البنوك بتدفع الى حد ما كويس مقارنه ببقيه الوظائف. لو عملنا بشكل عام هتلاقي متوسط مثلا مرتبات في البنوك اعلى الى حد ما من الشركات. ده ما ينكرش طبعا ان في شركات استثنائيه بتدي مرتبات كبيره، بس البنوك الى حد ما اعلى من متوسط رواتب الشركات. وده مفهوم لان انت بتكون شغال في فلوس ناس، فمن الاخر انا لازم يعني املى عين الموظف ده او اخليه على الاقل تفكيره الاوحد او يكون مركز معايا في الشغل. فالتركيز في الشغل ده مش بيجي غير بانه يكون مأمنك ماديا واسريا. بخصوص بقى الجزئيه دي كمان، انت الشغل في البنوك بيدي لك تامين صحي، اغلب البنوك بتوفر لك تامين صحي ليك ولاسرتك، وده الحقيقه بيوفر عليك كتير جدا، ويعني هيساعدك كتير جدا في الحياه. حتى لو المرتب قليل لما تيجي تشوف اوفر مثلا خاص ببنك لازم تشوف الجزئيتين دول، شوف الراتب كام وهل معاه تامين صحه او لا، خاصه لو انت عندك اسره. التامين الصحي هيشيل لك جزء كبير، فانت ساعتها هتشوف كده والله التامين الصحي مثلا هيقدر يساعدني بقيمه كذا، والمبلغ المتبقي ده الراتب خلاص هصرف منه مثلا دي مصاريف الشخصيه او مصاريف البيت بتاعي. فدي برضو نقطه كويسه بتكون موجوده في البنوك. هي ان احنا شفنا ناس كتيره بعد ما دخلت مجال البنوك خرجت منه على وظائف افضل، بس طبعا بيكون في تخطيط لكده يعني. والمجال ده كمان فيه تدريس، خد بالك في تدريس، فانت بتقدر تدرس. اللي بيكون عاده شغال في بنك وعنده خبره كبيره بيقدر يروح بعد كده لمجال التدريس في البنوك او يشتغل مثلا مع مؤسسات تعليميه زي اسليسكا، المعهد المصرفي، الجامعه الامريكيه. الاماكن دي انت بتقدر تدرس فيها. طبعا ماديا زي ما قلنا هو افضل من غيره. بيكون في بقى حاجات زي البروفيت شير او البونص او الحاجات اللي بتنزل سنويا دي، ودي الى حد ما اللي بتخلي البنوك متميزه شويه عن بقيه القطاعات، لان هي عاده بتكون مثلا رقم على الراتب بتاعك ممكن مثلا يبقى 5 اضعاف 3 اضعاف، بتفرق من بنك لبنك. وفي بنوك مثلا بتدفعه كل ربع سنوي، في ناس بتدفعه سنوي، في ناس بتدفعه كل 6 شهور. بس فانت كان مهم جدا تبقى عارف ان في مميزات وعيوب للعمل في القطاع ده، ولازم تبقى عارف الاثنين قبل ما تدخل المجال ده وتشوف هل مناسبك او لا. طبعا انت ممكن تلاقي شركات الشغل فيها افضل بكتير جدا ورواتبها اعلى بكتير جدا من البنوك وتختارها، مفيش مشكله، ده كويس جدا. وفي ناس دخلت البنوك على سن كبير ما دخلتش على البنوك على سن صغير. هي طبعا هي في الاول في الاخر رزق، ورزقك هيجي لك وقت ما يعني ربنا يكون عايز. ما تنسوش تتابعونا للمزيد من الفيديوهات. لو حد عنده اي تعليق، عنده اي اعتراض على اي نقطه اللي اتكلمت فيها، ممكن يكتب لي في الكومنتات وهنتناقش مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه.